السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله، وعيدكم مبارك سعيد. دوزوا معي نصوبوا هاد الطورطه ولا هاد الكيكه للعيد بحجم عائلي كبيره، ومن 3 ديال الطبقات وجوج ديال الالوان البني والابيض. خليكم معي حتى لاخر الفيديو، ما تنسونيش بلي لايك والاشتراك في القناه. وندوزوا للمقادير ان شاء الله. عندي في المقادير واحد القبيصه د الملحه، عندي جوج بيضات كبار، عندي واحد نص كاس ديال السكر سنيده وجوج بيضات كبار كما قلت لكم، وغادي نزيد واحد الفاني، وغادي نضرب الخليط مزيان حتى يتغير اللون ديالو. نبقى نضرب مزيان صافي. هنايا من بعد ما نضرب الخليط مزيان كما كتشوفوا معايا، يمكن لك تستعملي ضراب الكهربائي. كما كتشوفوا تغير اللون ديال الخليط. زدت واحد الدانون د الفاني، ياغوت الفاني به داك دانون. غادي نعبر الزيت والحليب باش تجيني كبيره، حيت عندي اللاطه كبيره. وغادي نزيد بداك دانون مع عمرش ديال الماء، يعني قوام ديال كيكه وحده غادي نقسمو انا على جوج. هنايا غادي نبقي نزيد الدقيق شويه بشويه. درت الكاس الاول ما تجمعليش الخليط، وغادي نزيد كاس الثاني. هنايا راه تقريبا خدات لي جوج كيسان عامرين مزيان، حيت درت النص وزدت النص واحد اخر، بقيت كنزيد شويه بشويه. وزرت جوج خميرات صافي. هنايا غادي نديرها غادي نبقى نزيد داك الدقيق حتى تجمع ليا، تيولي لي الخليط ما ثقيلش بزاف وما خفيفش كما كتشوفوا. المهم خدات لي جوج كيسان د العنبه عامرين مزيان. انا كانوا عندي تما 4 الكيسان ديال الدقيق، درت بهم جوج كيكات. عندي هنا لاطه كبيره اللي لبست لها الكاغيط الفران ودهنتها بشويه د الزيت والدقيق صافي. وغادي ندير داك العجينه ديالي في اللاطه. الفران راني عاد شعلته قبل ما ندير هاد العجينه في اللاطه، وغادي نقص عليها مزيان. نديرها الفوق، انا كنخويها من الوسط باش ما تجيش طالعه من الوسط وتبقى ليا رقيقه من الجناب صافي. نديرها في الفران وغادي ندوز ندير الثانيه. هنايا من بعد ما طابت كما كتشوفوا كتجي زوينه كما كتشوفوا معايا. انا درت الاولى، غادي ندير الثانيه بنيه. انا هنا ما غاديش نصور معكم المراحل كاملين، ندير معكم غير القوام الاول، حيت بنفس القوام غادي ندير الثانيه. غير الثانيه ما درتش فيها دانون، درت فيها غير الحليب. درت فيها كاس دانون، كاس ديال سمحوا لي، كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء، وبديك دانون عبرت نيت الزيت. ودرت جوج كيسان ديال الدقيق ونص كاس ديال سنيده ولا غير 3 د المعالق. انا ما كنديرش داك الشي حلو بزاف. جوج خميرات وواحد الساشي ديال الكاكاو صافي. هنايا غادي نديرها في اللاطه حتى هي كما كتشوفوا معايا. العجينه ديالها ها هي ما ثقيلاش وما خفيفاش. داك الكاغيط اللي درت الاخرى حيدته وقلبته على الجهه الاخرى واستعملته بلا ما نستعمل جوج. هنا غندوز ندرب الكريمه ديالي من بعد ما كنت دايرها في الثلاجه تبرد. درت واحد الفاني تما حيت كتكون الذوق ديالها ما باينش بزاف، هذه السائله صافي. وغادي نشلل ديك الكاس بالحليب، وغنشلل حتى العلبه اللي كان فيها الكريم بالحليب، تقريبا واحد نصيص الكاس الحليب صافي. وهنا غادي نزيد واحد الياغوت طبيعي ما فيه حتى شي ذوق، وغادي نضرب الكريمه ديالي وغنديرها في الثلاجه تبرد. وغادي ندوزو ان شاء الله من بعد ما غنديرها تبرد غندوزو نصوبو الكريمه الثانيه ديال ولا غاناش الشوكولا صافي. هنايا من بعد ما ضربتها كما كتشوفوا معايا حتى تقالت، تتولي دير لكم داك لسان الطير كما تيقولوا. هنايا عندي هذا الشوكولاط هذا شاطلع على الحلوه، كنت دايراه في الكاسرونه في الثلاجه، قلت بلا ما نوسخ كاسرونه واحده اخرى. زدت عليه كاس الحليب، غنزيد واحد الساشي ديال الكاكاو وواحد الساشي ديال الفلو ديال الكاكاو النيت. وغادي ندير معلقه صغيره د الزبده، واحد 2 معالق السكر سنيده، ومعلقه ديال النشا ما عمرش،
وغادي نحركهم مزيان ونردهم فوق البوطه ونخلي داك دانون ولا دانيط حتى يطيبوا حتى يدفاو ونزيد لهم داك دانيط وغادي نديرهم ندوز للمونطي الحلوه ديالي. صافي هنا درتهم بعد ما طاب غادي ندوز للمونطي الحلوه ديالي. صافي كما كتشوفوا الكيكات ديالي هما هادو بجوج، غادي نسقيهم بالحليب باش ما نديرش السيرو باش ما يجونيش حلوين، غندير غير الحليب. صافي من بعد ما سقيت الاولى بالحليب غادي نزيد الكريمه اللي كانت عندي بردات في الثلاجه. نتوما كتشوفوا تبارك الله الكميه اللي كتعطيك داك الكاس الكريم. بعد ما تزيدي له شويه د الحليب وتزيدي له دانونه ولا زيد له جوج دانونات ديال طبيعيين ولا بالفاني باش ما عجبك. صافي هنا غنسقي الثانيه حتى هي بالحليب مزيان وغادي نزيد ديك صوص شوكولا ولا كاناش الشوكولات اللي صيبت كما كتشوفوا معايا. راه غير تنحطوا عليها تنمشيه تيجمد حيت فيه داك الفلو كما كتشوفوا معايا. من بعد ما غنمشيه مزيان صافي في البلاصه جمد ليا وغادي نزوقها بشويه ديال اللوز هكا مهرمش ولا كاسي ولا كاوكاو اللي موفر عندك. غنزيد لها شويه ديال الشوكولاط ديال الكوكيز حبيبات كما كتشوفوا معايا. وهنا غندخلها للثلاجه تبرد شويه. انا هنايا صورت معكم مازال ما دخلتهاش وما قديتهاش من الجناب. صافي قلت بلا ما نقدا ونضيع هكا وهكا خليتها نقطعها نيشان في العيد ان شاء الله. ربما نحطو لكم اليوم ولا حتى الغدا الا ما ساليتش. المهم عواشركم مبروكه وما تبخلوش عليا بلي لايك واشتراك في القناه. الله يجازيكم بالخير. راه مازال ما عنديش الاشهار في القناه. بغيت حتى انا ضربت عليها تماره حتى بعد المرات يقول لي واحد العقل نحبس هذا الشيء كامل. صافي عييت منها ما بغاش تطلع وترجع نقول عاوتاني ضربت عليها تماره وشحال سهرت عليها وقلت نكمل.